شكرا يا جماعة. احنا كلنا فخورين انك احد رجال هذه الجريدة والمشهود لهم بالكفاءة، خصوصا بعد حملتك على مصنع الألبان وعلى الفساد. انك من الأحرار يا علي، من الصحفيين الشرفاء الذين رفعوا رأس هذه الجريدة. ولسنا نحن من نفتخر بك، ولكن كل الصحافة الشريفة. شكرا يا جماعة. كفاية تسييف يا جماعة، ايدينا وجعتنا. يا سلام يا علي، اللي حصل ده أقل بكثير مما تستحق. لو سمحتوا الواحد يروح يشوف شغله، شوفوا شغلكم لو سمحتوا. عايزكم كلكم تبقوا زي علي، كل واحد فيكم يهتم بعمله فقط. يا سلام يا علي، يا سلام. أنا سعيد سعادة غامرة. والله ده بفضل توجيهات سعادتك، ده غير طبعا ذكائي الحاد وفراستي الصحفية اللي علت من شأن الجريدة قدام كل الجرايد المنافسة. قول لي يا جميل، أخبار التوزيع إيه؟ يا علي، يا التوزيع زاد 4 مرات. التوزيع مش ممكن يا علي، أنا حاسس إن الجريدة بتمر بعصرها الذهبي. هذه الفترة من أدهى عصور الجريدة. علي، ولسه ياما هبهرك وهبهر الوسط الصحفي كله. يا سلام، ربنا يخليك يا علي. اتفضل يا علي، اتفضل. اوعى كده شويه. اتفضل. اهلا يا استاذ علي. اهلا بيك يا جميل بيه. الحقيقه انا تابعتك امبارح في التوك شو في برنامج الفساد والفاسدين. الحقيقه كنت هايل. يو يا علي، ولسه الحقيقه النهارده عندي 3 حلقات توك شو وعندي 6 مداخلات. الحقيقه مش لاقي وقت، مش عارف، ما عنديش وقت خالص يا علي. طب انت مش لاقي وقت، ما تاخد من وقت انا. لا يا حبيبي، وقت انا اعرف انظمه كويس اوي. وبعدين هم لسه مكلميني ومأكدين على المواعيد. ويكلموك انت ليه؟ ما يكلموني انا، ما انا اللي عامل الموضوع. انا رئيس التحرير يا اخويا، ولولايا ما كانش فيه ولا كلمه مني اتنشرت. طب هم كلموك، المفروض تبعت لي انا، مش تروح انت وتنفض لي. يا علي، انا بحب الشهرة، عايز اتشهر. انما انت صحفي بتحاول تقول كلمة حقيقية. انت تكافح الفساد. خليك يا علي، انت كافح الفساد وانا هكافح في التوك شو. يا حبيبي يا جميل. استاذ جميل لو سمحت. طب يا استاذ جميل، بالنسبة للفلوس اللي خدتها، حقك في التوك شو. لا انا لا احصل على اي نقود مقابل ما اقدمه للناس من معلومات عن الفساد ومكافحة للفساد. لا يا علي، انا ما باخدش فلوس. اقول لك يا جميل، انت لو ما دفعتش الفلوس دي عليا النعمه لافضحك واوديك في 60 داهيه واقول انك انت مالكش دعوه باي حاجه. حاضر يا علي، حاضر. اقعد يا علي، اهدى يا علي. حاضر يا علي، حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص، الناس هتاكل بعضيها. يا ساتر. لا مش مقتنعة. انت مش ملاحظة التغيير الغريب اللي حصل على علي ده يا انجي؟ مش فاهمة غريب ليه؟ اصل علي بصراحة مش متعودين منه على الكلام ده خالص. يعني انا بحس ان علي بيجي الجريدة هنا علشان يقضي وقت فراغه. بصي يا انجي، ما تزعليش مني، يعني انا صريحة. بصي انا اصلا بفهم الراجل كده كده. علي ده بتاع هلس، يعني مش بتاع قضايا صحفية ومحاربة فساد مش مقتنعة. لا. أنا عارفة إنك مش مقتنعة، بس أقدر أقول لك بقى إن علي اتغير بسببي. تقدري تقولي إن وراء كل رجل عظيم النوش. النوش؟ ازاي يعني؟ مش فاهمة، فاهمين؟ الزن يا صديقتي هو سلاح المرأة المصرية. يا شيخة،
بقى الزن بيعمل كل ده؟ يا وانا اقول يا ربي كل ما زن على حسين يترقى، كل ما زن على حسين يترقى، وانا ما اعرفش ان انا السبب. يا حسين. ها وبعدين كملي. بس يا ستي انا ماسكه ودن علي بقى بقالي فتره، زن 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 زن، يا علي لازم تشتغل، يا علي العيال كبرت، يا علي مصاريفهم زادت، يا علي يا علي يا علي. ظبطت علي. والزن ده طبعا هو اللي خلى علي يكتب حمله ضد مصنع الالبان. لا خالص، الموضوع ده بقى كان حوار تاني خالص. ازاي يعني؟ ابدا يا ستي، في يوم هفته نفسه على علبه زبادي مع انه ما بيحبش الزبادي خالص. راح يا ستي يشتريه، لقى لحظه الحلو ان الزبادي صلاحيته منتهيه، راح يرجعه للراجل، الراجل رفض. ازاي وازاي بقى الراجل ياكل عليه جوز جنيهات؟ اتضايق، كلم الشركه، ما ردوش عليه، كبرت في دماغه، قرر يكتب عنه. وبعدين تاني يوم ابن المحظوظة لقى موظف في الشركة بيكلمه وجايب له إشي مستندات وشي أوراق عن الإهمال والفساد اللي موجودين في الشركة. معقوله؟ معقولة؟ من غير ما يبذل أي مجهود لقى نفسه قدامه حملة صحفية مكتملة الأركان. ابن المرزقة. ايه ده يا انجي؟ هو انت غيرانه ومتضايقه منه؟ أيوة بقى غيرانة. شوفي بقالي قد إيه بكتب عن الفساد، إلا مفيش موظف ولا حتى ساعي عبرني بورقة بمستند ولا حتى ورقة كلينكس. إنما هو مفيش، عشان جوز جنيهات كتب مقالة الدنيا قامت ما قعدتش. لا ما تزعليش مني يا انجي بصراحه، يعني بصي انا طبعي الصراحه يعني انا بلقطها كده. يعني علي ده عنده خبره في الصحافه، وبعدين مش اي حد يكتب. لا والله تلقطيها كده؟ مش علي ده اللي كان لسه من شوية بتاع هلس؟ يا حبيبتي بس ده ما يمنعش ان هو عنده خبره في الصحافه وقدرات صحفيه مغموره، اول ما يظهرها تبهر بيها الناس كلها. انا انبهرت. احلفي. انبهرت والله. طب علشان انبهرتي انا هبهرك اكتر بقى. ايه رأيك ان علي ملحقش يكمل المقالة واتأخر في تسليمها، فطلب مني ان انا اكتبها وانا اللي كتبتها له. ها انبهرتي؟ والله قلت الاسلوب ده اسلوب انجي يا بنتي، بفهمها كده وهي طايره. يس. والنبي يا كوكي اوعي تجيبي سيرة لحد، مهما كان برضو ده ابو ولادي ومرضاش ان هو يتفضح يعني قدام الزملاء. عيب يا انجي عيب، سرك يا حبيبتي كبير. اهو ده اللي قلقني. انا لهذا ب 500 جنيه جزمه ب 500 جنيه. لا يا حبيبتي اكتبها انا ارخص. ايوه مين؟ انا يا استاذ علي. ادخل. استاذ علي، استاذ جميل عايزك حالا. طيب روح وانا جاي له حالا. يلا روح. طب يا حبيبتي جميل عاوزني. بصي اكتبي انت المقاله وهنبقى نشوف موضوع الجزمه ده بعدين. يلا باي باي. أستاذ جميل،
بدلنا. هتغيرنا ازاي يعني؟ يعني هجيب رئيس تحرير بداله من بكره الصبح. يبقى عملت طيب والله العظيم. صدق انت قاطع يا علي، انا عمال اتكلم وعايزني اتغير. بقول لك ايه يا فندي، بص. انت مالك مبحلق فيها كده ليه؟ شيل ايدك يا جدع انت، اوعى يا جدع انت. استاذ علي انا معجب بيك جدا. معجب بيا يعني ايه؟ وانت طلعت كمان لا مؤاخذه؟ استاذ علي انت ليك اخوات؟ ليه هي الست والدة حضرتك عايزه تتجوز ولا ايه؟ لا 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 انا بسأل بس. لا ماليش. ويلا بقى اتكل على الله. يلا يا اخويا يلا، بدل ما اجيب لك الامن يرموك بره. لا 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 وعلى ايه وعلى ايه؟ حاضر حاضر. خد الشيكات بتاعتك معاك اهي في 60 داهيه. بس خليكم عارفين بقى هنتقابل تاني. لا تاني ولا تالت. يلا يا اخويا يلا يلا. عايزين بكره مقاله تكسر الدنيا يا استاذ علي. من عينيا. تروح وترجع بالسلامه يا هيرو يا عالمي. ميرسي. استاذ علي مع السلامه. شويه كده يا حبيبي. قالك شويه. مفيش سلام يا انجي، تروحي وتيجي بالسلامه يا انجي. برافو يا انجي. في ايه يا انجي؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ انا اكتب المقاله ويطلع عيني وانت اللي تتصيط وتتشهر؟ يا ريتني كنت انا اللي اشتريت علبه الزبادي دي. انت ليه مركزه في علبه الزبادي وكانها هي المشكله؟ يا حبيبتي المشكله مش في اللي اشترى علبه الزبادي، والا كان اي لبان في مصر مع اكبر صحفي. يا سلام. بص يا انجي، في ملايين البشر وقع على نافوخهم تفاحه، بس نيوتن بس اللي اكتشف الجاذبيه وعمل منها قانون. ايه الحلاوه دي؟ هي وصلت لنيوتن مره واحده؟ ايوه، كذلك ملايين البشر اشتروا زبادي منتهي الصلاحيه، لكن علي بس اللي عمل منه حمله صحفيه كسرت الدنيا. يعني انا في الصحافه زي نيوتن في الفيزياء. طب بلاش افوره بقى، بدل ما اسيح لك دلوقتي واخليها فضيحه بجلاجل. خليك تحصر نيوتن الله يرحمه. ايه ده؟ طب هو نيوتن مات ازاي؟ اقول لك انا ازاي. عارف التفاحه وقعت على نافوخه جابت اجله. ولما نيوتن مات بالتفاحه، امال مين اللي كتب قانون الجاذبيه؟ مراته. اكيد مراته يا علي. ها مراته. وسع كده. عملت ايه يا مدحت؟ تخيل الجشعين رفضوا الفلوس اللي عرضتها عليهم وشايفين انها قليله. معقوله يرفضوا مليون جنيه؟ اه يا سيدي عايزين اكتر. شفت الطمع والجشع وصلوا لحد فين يا كبير؟ طب وبعدين الحل ايه؟ مش عارف. لا، ما الحملة دي لازم تقف وبأي طريقة، دي عاملة لي هسهس في دماغي. انا عندي حل. هتخلص منهم وتوديني في داهية صح؟ لا مش بالظبط كده، ما انت عارف القتل مش سكتي، وبعدين قتلهم هيعمل لنا شوشره. امال هتعمل ايه؟ ابعت هات حموسه السواق بتاعك. ايه ده؟ انت هتروح؟ لا انا هبتدي الخطه. لا بس خلي بالك، حموصة ده غبي قوي. حموسه ده بتاعي، انا هظبطه وهفرمطه وهتشوف اللي هيعمله حموسه. بابي انت طلعت صحفي وبتعرف تكتب. امال انا كنت ببصم؟ لا يا بابي، قصدي يعني بتعرف تكتب كلام حلو. ميرسي يا حبيبتي. وانا كمان يا بابي، انا مفخور بحضرتك. مفخور ازاي يعني؟ ايوه يا بابي، انا ومي اختي على طول لما كل يوم بنروح المدرسه بنعدي على بتاع الجرايد ونجيب كل النسخ بتاعت حضرتك ونوزعها لاصحابنا في المدرسه. يا حلاوه، يعني انتوا اللي رفعتوا المبيعات مش الناس اللي بتشتري الجرايد. ده طلع مفخور وهو اللي رفع المبيعات. وانا كمان مفخور، وكمان ضغطة رفع. ليه يا علي؟ مش فلوسي دي اللي بيشتروا بيها الجرايد؟ يعني انا ادفع فلوس عشان اصحابهم يقروا مقالاتي ليه؟ بس بقى بدل ما اسيح لك لانها مش مقالاتك اصلا. خلاص مش قدام العيال مقالة احنا الاتنين يا حبيبتي. ايوه تعدل كده يا حبيبي تعدل. ده احنا مفخورين. واحنا كمان. ايه الصور دي؟ الخطة فين؟ هي دي الخطه بقى يا كبير، زي ما انت شايف كده. حموسه السواق بتاعك شبه الصحفي الزفت اللي اسمه علي ده، عشان كده بقى احنا هنزرع حموسه مكان علي في الجريده. تفتكر الكلام ده هينفع؟ الله، ما ينفعش ليه بس يا شكري؟ هو انت ما شفتش فيلم اللي بالي بالك بتاع محمد سعد؟ ايوه بس ده فيلم كوميدي. طب وفيلم لا تراجع ولا استسلام بتاع احمد مكي؟ بتاع اين اشيائي ده. ايوه بتاع اين يعني هو ده اللي رعب، ما هو فيلم كوميدي برضه. احنا هنعمل زيهم يا شكري وخلاص. هنقول اين اشيائي؟ لا يا شكري، بس هنخلي الراجل يجيب لنا حقنا. بقول لك ايه،
دي افلام سينما وانا مش معترف بالافلام دي، طريقه قديمه وعفى عليها الزمن. بص، هي نفس الكلام اللي انت بتقوله ده برضو اتقال للاستاذ ماجد، ومع ذلك عمل الخطه ونجحت. ماجد مين؟ استاذ ماجد الكدواني في فيلم لا تراجع ولا استسلام. انت مش بتقول شفته يا شكري؟ اتنيلت وشفته، بس بقول لك دي افلام قديمه، افلام سينما ما تنفعش. انا برضه هرد عليك بنفس الرد اللي قاله الاستاذ ماجد. هي عشان اتهرست في 100 فيلم قبل كده محدش هيتخيل انه هنعملها في الواقع. بس ده غبي وهيودينا في 60 داهيه. يا شكري غبي ولا مش غبي، سيبهولي وانا هفرمطه وهظبطه. انا هخليه صوره طبق الاصل من علي. هخلي مراته اللي هي مراته ما تشكش لحظه ان هو مش جوزها. نفسي بتمسي عليكم. مش قلت لك غبي وهيفضحنا؟ بقول لك ايه يا انجي، ما تخلي يا اختي جوزك يخف شويه على الحمله اللي هو عاملها على شركه الالبان دي. ليه؟ هو انتوا شركاء فيها واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ انت جايه بقى ايه تهزري بقى ومش حاسه بالقرف اللي احنا عايشين فيه. يا حبيبتي احنا من ساعه ما الحمله دي اتعملت واحنا المرتجع عندنا اكتر من اللي احنا بنبيعه. يا اختي احنا بيتنا اتخرب. بيتكم اتخرب ليه بقى ان شاء الله؟ هو ايه اللي ليه؟ الزبون يا اختي كان بيجي في الاول يقعد يقول ايه في اوفرات، السعر كام، مش عارفه ايه. دلوقتي بقى كل واحد عامل لي فيها فلوسه كده ويقعد يفط وينط جوه المحل ويقعد يقول لي هو الصلاحيه كام؟ اكسفاير ولا مش اكسفاير؟ تصدقي فكرتيني يا حبيبتي، الحاجات بقى اللي اشتريتها منكم امبارح ما بصيتش على تاريخ الاكسفاير. ازاي يا جوجو ما تبصيش على تاريخ الاكسفاير؟ بصي يا اختي على الاكسفاير، ما هي ناقصه اصلها واقفه حال. انا عايزه اعرف انت ليه مش عايزه الناس تبص على تاريخ الاكسفاير؟ يا اختي عشان عايزه ان احنا نسترزق. تسترزقوا وتموتونا ايه؟ أنا فخور بيك جدا يا علي. أشكرك يا دكتور سمير. أنا كل الزباين اللي بيجوني في العيادة دايما أقول لهم مناسبة وغير مناسبة إن الصحفي المغوار اللي عامل أكبر حملة فساد ده جاري. أنت كده بتصيطني. لو مش كده وبس، ده أنا بقول لهم كمان الست بتاعته إنجي هانم صديقة ليا وست محترم اللي بتكتب له الحاجات دي كلها جارتي. أنت كده بتسيح ليه؟ وادي الحاجات اللي انا اشتريتها منها امبارح. ساعديني. طب اقوم انا بقى؟ لا يا حبيبتي، عشان الحاجات الاكسفاير هتاخديها معاكي وترجعي. ارجع عليكم؟ لا حضرتك القرف. ترجعي الفلوس يا حبيبتي. ادي واحده بصي من شهرين خلاص. واحده اكسفاير اهي. حسبي الله ونعم الوكيل. دي بقى لها 5 شهور. يا مصيبتي يا مصيبتي، ايه ده؟ ده كله بايظ يا بنت اتفرجي. فين الضمير؟ فين؟ انعدم يا اختي انعدم. ما تركزي انتوا اصلا يمكن تكونوا مش شايفين. مش شايفين ده ايه يا حبيبتي؟ انت باين عليك انت اللي ما تشوفيش. بصي بنفسك شوفي. ابص ايه؟ على فكره اللي انت شايفاه تحت اسود ده مش عفن، ده زبادي بالتوم. يا مصيبتي عليكي. ربنا يخلي لنا باور فاميلي ويخليه لامه قلبهم. ده بقى يا ستي روبن هود الصحافة المصرية. معلش الدكتور سمير بيحب يبالغ شوية. لا ده مش بيبالغ ولا حاجة، اللي انت عملته ده عمل بطولي، نادر ما تلاقي حد الزمن ده بيعمل كده. قوليله ده مش عارف قيمة نفسه. انت الوحيد اللي قدرت تقف قدام شكري جد الله، ده الناس بتترعب مجرد انها بتسمع اسمه. انا بحسدك على شجاعتك، بس انت جبت القلب ده منين؟ مش شواربي. مش للدرجة دي يعني. لا ازاي؟ انت لازم تخلي بالك من نفسك. الله الله الله، طب ليه القلق ده كله؟ دول ممكن يخلصوا منه في ثانية، ده راجل ما عندوش قلب، ده ممكن يولع فيه وفيك انت كمان يا دكتور لمجرد انك بس تعرفه. انا ولا اعرفه. يا ابن المحظوظة يا علي. فعلا يا اخي، إراد حظ ولا فدان شطارة. شكلك منفسن عليه. منفسن. وانت يا سامح؟ انا منفسن اخر حاجه. اصل اقضي طول عمري فلانة الفلانيه اتطلقت من فلان الفلاني، وفلان الفلاني طلق فلانة الفلانيه، وفلان الفلاني عض فلانة الفلانيه. ده بقت عيشه تزهق والطهق. بس ما يمنعش انك بتجيب صور جامده. صور جامده؟ يا نهارك اسود، بقى انا عمال احكي وارغي واقول وانت عمال تتفرج على الصور. اوعى يالا. ما بصراحه يا سامح الصور جامده قوي. جامده قوي؟ ما تجيب يا جدع اتفرج على بقيه الصور. اوعى، ده انت اللي غتت قوي. اوعى طب مفيش. بس وريني كده. مفيش. اوعى بقى، اسكت بقى. يعني لو كنت قبلت الرشوة دي
كان ممكن اغير عربيتي وشقتي واغير حياتي كلها، بس كنت هخسر ضميري. اوعى تبيع ضميرك يا جميل. شوف اهو من اولها، من اولها مش هيسيبك. اهو يقول لك اوعى تبيع ضميرك يا جميل. هيفضل يطلع لك بصوته الوحش ده كل شويه كده ويخضني وما يخلينيش اعرف انام ولا اعرف اشتغل. انا صحيح رزل وغتت، ايوه بس ده في الشغل. بس الحمد لله انا مش شراني زي الاستاذ غسان مطر الله يرحمه. ده اختراع يا كوتش. يتهادى الطفل في مشيته بخيلاء. ايه بخيلاء دي؟ هتخيلنا الولاد. من طفل مصقول عوارضه لطفل يعاني. لا ده انا اطلقها اسهل. ايه اللغه الغريبه دي؟ ده الناس بطلت تقول اللغه دي من ايام الشعر الجاهلي. الكلام ده ملهوش غير معنى واحد، انها عايزه تحرجني عشان تقول عليا ان انا حمار. ايه مسؤول عورته دي؟ لا لا لا، انا مش هسكت على الكلام ده ابدا. يوه، ايه الكلام العجيب ده يا انجي؟ انت بتعجزيني، عايزه تحرجيني. هعجزك ليه يعني؟ ايه الجنان ده؟ انا لو عايزه اعجزك كنت كتبت الكلام تاني خالص. طب خدي اقري الكلام العجيب ده. هات. ايه؟ يتهادى الطفل في مشيته بخيلاء من طفل مصقول عوارضه لطفل يعاني. ها، ايه السهوله اللي انت بتقري بيها دي؟ انت كده بتضايقيني زياده. وبعد كده ايه مسقول عوارضه دي؟ مصقول عوارضه من قصيده للأعشى. مين يا اختي؟ الأعشى ده كان شاعر جاهلي بيقول كلام بقى لصاحبته، قصدي حبيبته يعني. بص بقى كان بيقول لها ايه وتعلم. هيفاء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجي الوحل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا مال أمي يعني؟ هو بيعمل كده في حبيبته وبيعمل كده في هيفا بتاعته دي، أنت بتعملي فيا أنا كده ليه؟ وبعدين أنا فهمت إيه برضو من مسقول عوارضه دي؟ واضحة يا علي. ها كيف؟ ها شفت؟ فهمت؟ لا فهمت حاجة أنا. يعني إيه؟ يعني أسنان ناصعة البياض. يا سلام، طب ما تقولي كده من الأول وخلصنا. خدي يا شيخة بلا مسقول عوارضه بلا نيلة، امسكي على حاجة تقرف. دي آخرة التعليم المجاني. تكلم قرف، مفيش لغة، مفيش ثقة بالنفس، تقرف. مش عارفة ايه اللي لمني عليك. ركز بقى معايا يا بطل، عشان انت داخل على عيشة تانية خالص. انت رايح بيت صحفي بيقوم الصبح يضرب مع مراته لاتيه. مش سيادتك قلت لي ناس محترمين؟ بيضرب مع مراته ازاي يعني؟ وفيها ايه المشكلة يعني يا حمص؟ ما انا كمان بضرب مع مراتي لاتيه. لا مؤاخذة. طب سيادتك بقى خد الواجب ده مني للمدام. حمصة، هو مفيش شك انك غبي وانا عارف، بس عايز اقولك ان اللاتيه ده مش مخدرات. امال يطلع ايه؟ ما يطلع زي ما يطلع يا اخي. الله، اللاتيه الصغير يا حمص. ليه؟ يا حمص انت بتعمل عمل بطول زي الاستاذ محمود عبد العزيز لما صفروه تل ابيب وقطعوا له صباع رجله الصغير يا حمص عشان مصر، وانت مش اقل من الاستاذ محمود عبد العزيز. ايه؟ تعويض قوي يا باشا. اقطع بيه. انت يا علي عايز تبقى نجم في عالم الصحافة وانت مش عارف يعني ايه مسقول عوارضه؟ انا بقى هوريك ان دي اقل حاجة عند انجي احمد. قابل بقى يا علي، قابل، انا هفهمك. مسقول عوارضه. تعالى يا حموسة، ايه رأيك يا كبير في حموسة؟
هايل هايل. المهم فهمتوا كل حاجه؟ طبعا علمته وفهمته كل حاجه وهو قدامك اهو. اهم حاجه يبطل اكل الدوم ويرمي البذر على الارض. لا فهمت كل حاجه. بص بقى يا علي، انا جات لي فكره في كتابه المقاله، انما ايه جديده لانج. فكرت لو الشعراء بتوع زمان عايشين دلوقتي ممكن يكتبوا ويقولوا ايه في القضيه دي. شعراء بتوع زمان مثلا زي صلاح جاهين مثلا. لا ارجع ورا شويه. احمد شوقي. ها ورا كمان ما تتكسفش، ارجع. ها احنا كده داخلين على العصر العباسي الاول. هو ده يا علي. اسمع بقى، شوف انا وصفت صاحب الشركه بايه. مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. وده مدح ده ولا شتيمه؟ شتيمه ايه يا علي؟ اسمع بقى، شوف انا وصفت صاحب الشركه وطريقه تعامله مع الناس ازاي. دي هتعجبك قوي. ومدعشر بالقحتمين تحشرمت شرافتاه فخر كالخربعصل. كايه؟ كالخربعصلي. وده عشان نخرج البرعصوري. حلوه قوي دي، حلوه قوي دي. استني بقى، استني هنكمل. اصبر ثانيه واحده ارد على التليفون. رد. ايوه مساء النور. تقابلني ليه حضرتك خير؟ طب انا نازل لحضرتك حالا. نازل فين يا علي؟ في واحد جايب لي ورق مهم جدا بخصوص قضيه شكري جد الله. بجد اجي معاك يا علي والنبي، والنبي يا علي اجي معاك والنبي. لا خليكي في ده عشان نخرج كلب الربع دي وانا جاي لك. حلو قوي البتاع ده، حلو قوي قوي. يا فرستي الهي يا علي، تنقرص في حواجبك. لا تنقرص في حواجبك ايه؟ لا الهي يا علي، وانت ماشي رايح تجيب المصدر تخبطك عربيه، بس ما تعوركش قوي، تفضل عايش، فتروح متكعبل على صباع رجلك الكبير يدوحس، فتتنطر على الرصيف، يجي توك توك يشيلك، فتروح واقع على الارض، تلاقي في خلقتك بقى على طول كده شحاته رزله من اللي هي يا رب يا علي ما تلحقش تجيب المصدر. ايه يا مامي اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتدعي على بابي؟ ايوه بدعي على بابي بقى. افرضي ابواب السماء دلوقتي مفتوحه والدعوه استجابت. لا يا حبيبي، ما هو لو كل ست دعت على جوزها فابواب السماء تبقى مفتوحه والدعوه تستجاب، مش هيبقى فيه رجاله في البلد، ما تقلقوش حبيبي. ايه ده؟ شكل الدعوه استجابت. ايه ده؟ في ايه؟ وسع مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ عربيه خبطته ورميته قدام البيت. يا عيني عليك يا قلب امك، هي الدعوه لزقت والله ما كنت اقصد. خد يا دكتور، خد يا دكتور عالجه. ايه يا اخي عالج مين يا ابني؟ ده واخد كل الوان الطيف، وبعدين هنا مش طوارئ، ودوه عند مراته. لا عند مراته فين؟ ما مش هعرف اعالجه يا انكل، معلش خليه عندك والله ما هو راجع. عندي ازاي يا حبيبتي؟ لا عندي انا، وبعدين افرضي فيص عندي اتحبس انا؟ لا يا حبيبي، بعد الشر عليك مش هيفيص، وبعد الشر عليه كمان انا ممكن اكتب لك اقرار يا انكل لو حصل له اي حاجه، انت مش مسؤول. بس انتوا لسه هتكتبوا اقرار؟ لسه هتكتبوا اقرار؟ اقسم بالله ارميه لكم في الشارع. ايه دي؟ خدوا هنا وديه هنا، خدوا هنا وديه هناك. انتوا فاكرين عربيه الاستاد؟ ايه ده؟ دي؟ سيب يا جدع. انزل. لا ما تعملش كده، لا. تصرفوا بقى فيه كده عليكم. وسع. الحمد لله على الدنيا. يفتحها في وشك يا رب. اخباره ايه يا دكتور؟ لا ما تقلقيش، شويه كدمات بسيطه في رجليه وهيبقى كويس. الحمد لله. خرابي ايه المزه دي؟ موسى يا علي، بقالك كتير قوي ما قلتليش الكلمه دي. لا ده يبقى الحادثه اثرت على مخه. هي الحادثه اثرت عليك ولا ايه؟ اثرت عليه تاثير حلو قوي. ده بيقول لي يا موزة. ما تقلقيش، انا هديله الحقنه هيرجع زي الاول. لا لو هيرجع زي الاول ما تديلوش حقنه، خليه زي ما هو كده. او النبي قولي له يا قمرايا. كمان قمرايا؟ لا والنبي يا انكل ما تديلوش حقن، سيبهولي كده شويه.
شويه، سيبهولي كده. يا انجي ضميري المهني ما يسمحليش، لازم اديله الحقنه. لا لو عايز تدي حقنه ضروري يعني اديها لضميرك المهني، وسيبهولي كده، سيبهولي كده شويه والنبي. لا ما تدينيش الحقنه يا دكتور. دكتور؟ واضح ان الحادثه اثرت على لسانه، اتلوح. بس عجبني، سيبه برضو، كويس. دي هتعدله. لا والنبي خليه، انا عايزاه معوج. قوم يا حبيبي، قوم. طب هو فين السرير؟ السرير في البيت، تعال عشان ترتاح، قوم معايا. قوم يا حبيبي، قوم. ايوه كده. تعال يا بابا، تعال. يلا خديني بقى واحده ثانيه واحده. ايوه تعال يا حبيبي، تعال. ما ينفعش يا ابني، لازم اديله الحقنه. مش وش نعمه طول عمره كده، كل ما اديله يقول ما خدتش. نورت بيتك يا حبيبي، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على مهلك. الحمد لله على السلامة يا بابا. ايه ده؟ مين دول؟ ايه يا علي، سلامتك يا حبيبي، دول ولادك يا علي. بس دول نضاف قوي. ايوه، ما هو العادي انهم نضاف، اللي مش عادي بقى ريحتك يا علي. هو العربيه خبطتك، وقعت في مقلب زباله ولا ايه؟ وبعدين يا علي ايه اللي حصل؟ الخبطه كانت في رجلك، اثرت على نافوخك ولا ايه؟ معلش، اصل معظم الرجاله مخهم في رجليهم. دي الحنجره كمان ضربت. بس عندي استحلاب يا علي، عندي استحلاب. حاجه غريبه قوي، الحلو ما يكملش. لسانه ظبط بس ريحته ضربت. بس ههميك يا علي، ههميك. هو انت مش هتقولي يا مزه تاني؟ مش هتقولي يا مزه؟ ده انت مزة المزز. ايه رايك كده يا شكري؟ جايبهولك مكتف اهو. انا حاسس ان الجدع الصحفي ده هيودينا في داهيه على اخر الزمن بسببك يا مدحت. انت على طول متوتر كده يا شكري. حمصة دلوقتي موجود في بيت علي، وانا عن نفسي واثق فيه جدا. يا خوفي من ثقتك دي يا مدحت. بس ايدك كفايه. قرفنا ما صدقت يحس. عاجبني منظره قوي هو متكلم. ده حموسه. ايه يا حموسه؟ مدحت بيه، قول لي سعادتك ايه؟ الولية مرات علي عمالة تعمل حركات نص كم كده وعايزاني انام جنبها، وانا خايف لا مؤاخذة معرفش امسك نفسي. طب ما تنام جنبها يا اخي، هي مش المفروض انها مراتك يا غبي؟ ما تنام. بس انا خايف نتفضح والخطة تبوظ. لا ما تخافش، الخطة مش هتبوظ طول ما انت بتنفذ اللي انا قايل لك عليه. سلام. بقول لك ايه يا حموسه، هي مراته حلوه؟ ماليش دعوه بيها ازاي، بس دي وجور. ما تقلقش، هو مش هيجي جنبها. بعد كده بقى احنا اللي هنجيبها هنا براحتنا وهنعمل معاها الواجب.
طب لو ده مش علي يبقى علي راح فين؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ يا مامي كملي يا أنا احكي لنا. لا انا هكمل لكم بكره. ليه؟ علشان انا تعبت وعايزه اطلع انام. انتوا مخليني كل شويه اقول واحكي. انا تعبت خلاص يا اولاد، انا كبرت. ولا متسددة ولا متبغددة ولا متسددة ولا متبغددة. يا فرستي